وقلت قبل أن نكون أرض الشهداء فنحن أرض العلماء. أول من كتب في القراءات القرآنية في التاريخ الإسلامي ووضع كتابا جامعا في القراءات القرآنية هو أبو القاسم الهذلي البسكري من بسكرة، أول واحد. والدكتورة أيمن سويد صاحب القراءات الذي ترونه في القنوات يشهد هو تحقيق جزء من هذا الكتاب، والآن طبع الحمد لله في 5 مجلدات. أول واحد جزائري أبو القاسم الهذلي البسكري. أول من شرح صحيح البخاري في التاريخ الإسلامي هو أحمد بن ناصر الداودي المسيلي التلمساني متوفى سنة 402 هجرية. أول واحد يشرح صحيح البخاري، حتى أن الإمام ابن حجر نقل عنه في الفتح في أكثر من 480 موطن، له كتاب يسمى كتاب النصيحة. أول من نظم النحو في ألفية قبل ابن مالك هو ابن معطي الزواوي، حتى قال فائقة ألفية ابن معطي وهو بسبق حائز تفضيل مستوجبا ثنائية الجميلة. أول واحد يدير ألفية في النحو ابن معطي الزواوي. احنا قال ما نسمعوش به وما نقربش لأولادنا، ولكن في العراق هو الكتاب الأول المقرر في العراق، والعراق هي بلاد النحو، الكوفة والبصرة. الكتاب المقرر عندهم هو كتاب ألفية ابن معطي وعليها شروح، هو طبع عندهم وشرح عندهم. احنا وصلنا غير الطبعات من بعد. أول من وضع كتابا في نظم المنطق الذي يعتبر أصعب العلوم الآلة التي تعصم الذهن من الخطأ الإمام الأخذلي البسكري. أول من وضع متنا في العقيدة تحفظ وتضبط هو الإمام السنوسي. ثم أخذت أذكر هذه الكتب وقلت وهذه الكتب كلها تعتبر من مقررات الأزهر الشريف. أنا غير باش نسيب لي صاحبي، غير باش نقول له شكون جزائريين. قلت وهذه المقررات كلها هي مقررات في الأزهر الشريف. قطع علي الصوم وتكلم قال والحمد لله أن الأزهر لنا. غير رجع عليك قلت له والحمد لله أن الأزهر نحن من بنيناه. في عهد الدولة الفاطمية العبيدية لما بناه جوهر الصقلي كانت الدولة هنا في تيارت. نحن الذين بنينا الأزهر ونحن الذين وضعنا مقررات الأزهر. جزائريين أو شكونوا في لسانكم. وهذه نعمة من نعم الله عز وجل حتى نعتز ببلدنا ونعتز بعلمائنا عندما نجد رجل مثال بكر بن حماد التهرتي تيارتي. هذا بكر بن حماد التهرتي توفي 286 هجرية. هذا شكون؟ كان من أقران الإمام البخاري، يقرأ مع